حس بيا يحس بيك ربنا. يا عم اتكل على الله يا عم، طب انا مين اللي يحس بيا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنتكلم عن عن حاجة أو عن مفهوم موجود عند ناس كتير قوي. هي فكرة ان الناس اللي بتحاول ان هي تشحت تعاطف. وهنا انا يعني انا في السلسله ديت ببقى بحاول ان انا اكون صريح جدا معاكم. ما بقاش بتكلم على اي كلام هو كلام شكله حلو وبتاع، ولكن خلينا نتكلم الحقيقه يعني. الفكره بتاعت حس بيا حس بيك ربنا ديت، هي بتتكلم عن شخص. الشخص ده كل الحاجه اللي هو قادر يحركها هي عضله لسانه. وماشي بيتكلم مع الناس، هو بيطلب من الدنيا كلها ان هي تحس بيه، بيطلب من الناس اللي في الشارع تحس بيه، بيطلب من زمايله في الشغل ان هم يحسوا بيه. كتير الشكوى، وهو فاكر ان قيمته الحقيقية هتيجي لما حد يقول له انا حاسس بيك على فكرة انت تعبان معلش. او ان هو ياخد مقابل الاحساس، يعني هو مجرد ان هو بيروح يقول لحد حس بيا. خلاص كده هو كده خلاص الشخص اللي قدامه هيحس ويتعاطف معاه، وفي الاخر بقى هو كده هياخد مقابل ده النتيجة اللي هو نفسه فيها. ما يعرفش ان هو اصلا يعني حتى ما ينفعش يسأل ربنا سبحانه وتعالى ويقول له حس بيا. ربنا سبحانه وتعالى هو شايفنا كلنا، لكن ربنا سبحانه مش هيحس بيك لان انت اصلا بتتكلم ضد سنن الكون. هو ربنا سبحانه وتعالى ما خلقش في الارض حاجه اسمها حس بيا وانا قاعد مكاني. ربنا سبحانه وتعالى كل كلامه سيروا، اعملوا. كل كلام ربنا سبحانه وتعالى فيه حركه، اقرا، اتحرك. كل كلام ربنا سبحانه وتعالى ما حصلش، ما حصلتش خالص فكره ان ايه يلا خلينا قاعدين مكاننا ونقعد نسأل ربنا سبحانه وتعالى يا رب اديني وايه، والسما بقى هتمطر علينا بقى، هتمطر علينا فلوس وهتمطر علينا رزق. او ان انا اروح اكلم اي حد وهم بقى انا اسف هيتملوا في جمالي بقى، فهيروحوا يقولوا لي اتفضل حضرتك انت عشان قلت لنا كلمتين حلوين. مفيش الكلام ده. احنا موجودين في الدنيا، الدنيا يعني الحركة ويعني الشغل، ويعني فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق وأن سعيه سوف يرى، سعيه اللي هي الحركة. اصلا ربنا سبحانه وتعالى في حتى القصص يعني. من الحاجات الجميله ان القران الكريم تلتينه او اكتر من التلتين قصص. فالقصص اللي موجود في القران الكريم مفيش حاجه فيه بتقول ان انت خليك قاعد مكانك وايه، وانت هتلاقي كل حاجه بتتغير حواليك وانت قاعد، وهتلاقي الناس كلها بتحس بيك وبتتعاطف معاك. لما جت قصه السيده هاجر مثلا، ما عندهاش اي اسباب، مع ان حتى في احلى يعني في اكتر الظروف قسوه، اللي هي سيده موجوده لوحديها معاها طفل رضيع في مكان نائم، مفيش حد حواليها تماما، صحراء جرداء، ما عندهاش حاجه تعملها. ما عندهاش حاجه تعملها. هي بالفطره بتاعتها، هل الوحي نزل عليها قال لها اجري 7 اشواط؟ ما فيش حد نزل عليها اصلا. هي بدات تجري لوحديها. هي عارفه ان ربنا سبحانه وتعالى امر بالسعي، فعملت ايه؟ طب انا هروح اجري ما بين الجبل ده والجبل ده، انا ما اعرفش ايه اللي ممكن يحصل. طب سؤال، هي ليه جريت 7 مرات؟ طب ما كانت تجري مره واحده. يعني هي جريت من الجبل ده للجبل ده، ولما رجعت الطريق من الجبل ده للجبل ده، وبالتالي فالمكان اللي هي احنا لما بنمشي في الصفا والمروه بنعيد الخطوات بتاعتنا، مش بنروح طرق جديده. فهي في الاخر لما راحت مره وهي رايحه شافت الطريق، ولما رجعت تاني الطريق. فما فيش خلاص، يعني هي خلاص حتى عملت اللي عليها وجريت مره واحده. ليه كملت 7 اشواط؟ وهل هي كانت عارفه ان النهايه بعد 7 اشواط؟ ما كانتش عارفه اصلا النهايه بعد 7 اشواط. هي كانت بتجري وهي عارفه ان هي مطلوب منها ان هي تسعى. فايه السعي اللي موجود قدامها؟ في جبل اهو وفي جبل اهو، انا هفضل اجري ما بين الجبلين لعل ان في اي حاجه جديده تحصل. طب لو هي قعدت مكانها مفيش اي حاجه جديده تحصل. طيب السيده مريم لما وهي وكل اللي حواليها معجز، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لها وهزي اليك بجذع النخله. مفيش. سيدنا يوسف وهو محبوس في السجن بدأ ان هو يتكلم مع الناس اللي محبوس معاهم، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. هو ده اللي يملكه. وبالتالي ففكرة اللي هو هحس بيا ديت، محدش هيحس بيك يعني. محدش هيحس بيك، محدش هيعرفك. لو انت قاعد مكانك، انت بتدفن نفسك. انت هتموت ببطء، هتفضل تموت وهتفضل تفقد قطعة قطعة
من حياتك، تفقد قطعة من روحك، تفقد قطعة من مواهبك، تفقد قطعة حتى من سنن الكون اللي ربنا سبحانه وتعالى هيسخرها على ايدك لما تتحرك طول ما انت كائن ساكن. لان الكون اصلا كله في حالة حركة مستمرة. فالساكن ملوش مكان، الساكن هيموت، الساكن هيفضل مكانه. والموت هنا ممكن موت حقيقي فعلا، ان هو من كتر ما هو بقى معزول ومن كتر ما هو هيتعب وهيمرض وهيموت، او موت معنوي كله هينساك، كله هينساك. وحتى انت لما تسأل ربنا سبحانه وتعالى لازم تسأل ربنا سبحانه وتعالى بما يوافق السنن اللي موجودة، بما يوافق اللي ربنا سبحانه وتعالى خلى لما قال لسيدنا موسى بعد ما خلاص ما هو شاف معجزات، هل خلاص الموضوع انتهى عند كده؟ قال له اذهبا إلى فرعون. مفيش، لازم حركة، لازم حركة. لا بديل عن الحركة. طيب أنا أعمل إيه؟ هنرجع ونعيد تاني في الحاجة اللي إحنا اتكلمنا فيها كذا مرة. اعمل اللي تحت إيدك دلوقتي النهارده. وأنت بتشتغل بُص تحت رجلك، بُص تحت رجلك يعني أنت دلوقتي في اللحظة الحالية إيه اللي بتملكه، وابدأ إن أنت اعمله. لو أنت بتملك إن أنت تذاكر، ذاكر. لو أنت بتمتلك الوقت إن أنت تتحرك، اتحرك. لو أنت بتمتلك إنك تشتغل وعندك الصحة، اشتغل، اشتغل أي حاجة، تمام؟ لكن اوعى الحاجة الوحيدة اللي تُقف عندها هي حالة السكون. ما حدش هينفعك. في الآخر أنت هتبُص تلاقي نفسك الكون كله اتحرك حواليك، وكل حاجة بتتغيّر، وأنت قاعد بتقول ما أنا ما فيش حد حاسس بيّا، وأنت قاعد بتقول نفس الشكوى، وغيرك اللي هو وضعه كان أسوأ منك مليون مرّة اتحرك ووضعه بقى أحسن. ليه؟ لأنه مشي مع سُنن الكون اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها، لأنه بدأ يتحرك، لأنه ما استناش التعاطف، لأنه بدل ما هو قاعد وبيقول حِس بيّا، راح لناس تانية وقال له شوف أنا باعرف أعمل إيه. راح لحد تاني وتالت ورابع قال له طب بُص أنا باعرف أقدّم دي. راح سمّع الكون كلّه صوته وهو بيقول له وهو بيقول أنا باعرف أعمل دي. راح خبّط على 700,000 باب وهو بيقول لهم طب ادّوني فرصة. راح حاول يوضّح الحاجة اللي هو بيعرف يعملها. فبالتالي ربنا سبحانه وتعالى حرّك معاه كل سُنن الكون، فاتوفّرت له فرصة و2 و3 و10. وربنا سبحانه وتعالى حقق له الوعد بتاعه وأن سعيه سوف يُرى. وبعد كده اللي هي النتيجة الطبيعية بعد السعي الكتير، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فدي اللي أنا حبيت أشاركها معاكم النهارده. اتحرّك، بدل ما تفضل تطلب من أي حد إنه يتعاطف معاك، استعين بربنا سبحانه وتعالى. هو ربنا سبحانه وتعالى وحده المُعين. انسى الناس، خلّيك أنت عارف إن الرحلة فردية، أنت عارف إن أنت هتعرف إنك أنت كل حاجة مطلوب منك إنك تعملها لوحدك. رفيقك في الرحلة ديّة هو ربنا سبحانه وتعالى، ثم سعيك واجتهادك، ده الرفيق ليك. وإن أنت تحاول تحسن الاجتهاد قدر الإمكان. دي النقطة اللي حبيت أشاركها معاكم النهارده. شكرًا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.